الصور اللي حضرتك شايفها دي مأخوذة من لعبة عاملة ضجة الفترة اللي فاتت دي. المفروض ان في مهمة في اللعبة دي بتتلعب في مصر. اسم المهمة حصار القاهرة، وحضرتك هتلاقي مكتوب في الصور: القاهرة سوف تشتعل، حصار القاهرة، الوضع على المحك، المتظاهرين هيولعوا في البلد. هتلاقي برضو مكتوب في الصور الفوضى الخلاقة، وهتلاقي مكتوب المرتزقة، وهتلاقي مكتوب ان المدن والبلاد انهارت عن طريق الفوضى الخلاقة، وفي منظمات إرهابية بتقود البلاد. كل الكلام ده موجود في الصور دي. عشان حضرتك تفهم الحكاية من الأول وبشكل كامل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن السيطرة على العقول وبرمجتها، والتحكم في العقل عن طريق العقل الباطن، وعن طريق برمجة العقول وزرع أفكار معينة في العقل الباطن للتحكم في العقل كاملة. برمجة العقول بتبقى عبارة عن أفلام أو جيمز أو موسيقى معينة أو مشاهد معينة بتتخزن في العقل الباطن للإنسان، فبتتحكم في شعوره بعد كده، في أفكاره بعد كده. مثال النهاردة عن لعبة اسمها باتل 6، عاملة جدل كبير جدا. نزلت تقريبا من 10 أيام، شهر 10/10. في مهمة معينة في اللعبة دي اسمها حصار القاهرة. المهمة دي في المستقبل 2027 2028. حكومات العالم كلها بتنهار، التوازنات كلها بتنهار، التحالفات كلها بتنهار، ويسود العالم حفنة من المرتزقة. فاللعبة بتقول ان القيادة المصرية هنا استعانت بشركة اسمها باكس دون مرتزقة من حلف الناتو بعد ما تفكك، ومن شمال افريقيا مرتزقة عامة يعني. والمرتزقة دول اللي استعانت بيهم القيادة المصرية عشان يوقفوا المظاهرات في مصر. ده كلام اللعبة، ده شرح اللعبة، ان في 2027 العالم هيخوض فترة كبيرة قوي من الفوضى، وهيخوض فترات كبيرة جدا من الثورات والفوضى الخلاقة، زي ما حضراتكم شفتوا يعني الخراب والدمار اللي حصل في الخريف العبري، الربيع العربي. فده بيكملوه يعني، فبيكمل لك المسلسل وبيكمل لك الحكاية على شكل لعبة يعني، وبيوضح لحضرتك المخطط القادم اللي هم عايزين يعملوه. طبعا ربنا موجود هينصرنا عليهم، لكن احنا بنوضح المخططات اللي في دماغهم وبينشروها عن طريق الألعاب والأغاني والحفلات اللي فيها هولوجرام. وهنيجي للحتة دي بعدين يعني وهنشرح فيها. المهم نكمل موضوعنا. فحضراتكم بيتم مخاطبة العقل الباطن للجيل الجديد، التركيز كله على الجيل الجديد، التركيز كله على الجيل الجديد. طيب نكمل موضوعنا. فالخطة دي عبارة عن ان القاهرة هتبقى محاصرة، حصار القاهرة، ومجموعة المرتزقة دول اللي اسمهم باكس اللي تعاونت معاهم القيادة المصرية، اللي انقلبوا على الناس وانقلبوا على الحكم، وبقى هم اللي يسيطروا على القاهرة. سيطروا على القاهرة يعني يسيطروا على مصر كلها، ما القاهرة دي العاصمة. حتى جايب لك القاهرة حصار القاهرة و2028، المهمة دي في 2028. كل الكلام ده حضرتكم هتقروه وتشوفوه في الفيديو. طبعا دي مصيبة. ده كده بيحط في دماغك ان عادي بلدك ممكن تحتل عادي جدا، يبقى فيه قتال. بيحط في دماغك اشكال القتال والدمار والحرائق اللي ممكن تحصل في بلدك. ده مرفوض تماما، مرفوض تماما. دي مش مجرد لعبة، دي لعبة قذرة من اهل الشر. لازم نوعي ولادنا، ولازم صوتنا يوصل ان اللعبة دي نقول لها مرفوض تماما اللي بيتقال حصار القاهرة ده. دي مش خريطة ولا حاجة. لما تجيب لي مناطق من مصر وتقول عليها حصار القاهرة، ويبقى ظاهر الهرم ورا وشوية مرتزقة ماسكين مصر، وبتقول ان الحكومات وقعت كلها والفوضى الخلاقة عمت العالم، وحكومة باكسي دي هي اللي ماسكة مصر، وعشان كانوا بيساعدوا الجيش ضد المتظاهرين، وتشوف المتظاهرين في كل حتة في القاهرة. الكلام ده كله في اللعبة، لعبة باتل 6. فالموضوع ده خطير جدا 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 جدا. وهتلاقي يافطات مكتوبة في اللعبة: لا لبيع مصر، مين اللي بيدفع لباكس. والمفروض ان المهمة دي ان دي ناس تقريبا من الاستخبارات الامريكية تقريبا بيتعاونوا مع ضابط مصري
اسمه الخطيب على ما اعتقد، هتفهموا من سياق الفيديو، انا حاطط لكم كل حاجة ومكتوب الكلام واضح وصريح. بيتعاونوا مع الخطيب، والخطيب بيدلهم على سليم. سليم ده تقريبا عنده شركة كمبيوتر او شركة سوفت وير، بيبيع البيانات وبيخترق الدول عن طريق الهاكر، وعن طريق البيانات، وعن طريق البيانات السحابية. ليه خدمات كتير مشبوهة يعني. فسليم ده بيتعاون مع باكس، وسليم ده مقره في مصر، وهو يملك جميع معلومات العالم. فهم خايفين ان باكس تنقلب على سليم، فسليم ده يديهم معلومات خطيرة عن امريكا. فبعتوا الفرقة دي في مصر في ظل المظاهرات، في ظل الحصار، في ظل باكس، وان هي قدامها مظاهرات كتير جدا. حتى جايب لك جملة كده اسمها القاهرة تشتعل، القاهرة على حافة الانهيار. وجايب لك ان هم جايين يعملوا المهمة دي وياخدوا البيانات، وبعد كده قطع الدومينة كلها تقع، يعني تنهار، والدول كلها تنهار. اللعبة دي خطيرة جدا 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 يا جماعة، اللي انا بقوله ده خطير جدا. اللعبة دي بتحكي يعني بقية المخطط اللي عايزين يعملوه. اللعبة دي بتدس السم في العسل في عقول ولادنا. نصحى، المخطط اهو بيتقال قدامنا. اللعبة دي خطيرة جدا جدا جدا. انا في الفيديو ده هشرح كل حاجة وهقول كل حاجة في اللعبة، وجبت اللعبة وشرحها، وجبت المهمة المصرية دي كلها اللي هي حصار القاهرة. المهمة دي لا تدعو للفخر نهائي. لما هتشوف بلدك محاصرة. رجعنا فيرجين. كملنا اللقاء اللي قبل شوي. All the traditional assumptions about who's on whose side, gone. But you know, every crisis is an opportunity. Okay. Like the man said, chaos is a ladder. طيب. Gotta wonder how Kincaid evaded all detection. His forces bypassed early warning systems, weren't revealed on ISR. How'd he do that? Maybe they're pros. Maybe the same way you got inside my house. They came in like ghosts and executed hundreds of decorated Brits. Hard bastards. They got rolled. Even worse than I did. Georgia was a Pearl Harbor attack. Gibraltar was worse. They had new tech, and you didn't tell us. I did not withhold intel about PAX tech. None of the countries supporting PAX make shit that could mask that kind of entrance. Okay. We do, though. Don't we? Were you here on orders? I wasn't able to make contact with you. Whose assignment is this? What happened to trust me like I trust you? You know, like in Cairo. You don't trust us? That hurts, Mills. Of course I trust you. That's why I sent you to Cairo. I knew you could handle little things like an impending civil war. شكلنا راح نلعب بالقاهرة حاليا. President cutting a deal with PAX to help the army, and Faik Salim selling intel to PAX. I wasn't sure about Salim. That's why I needed تعرفون اللي مو مهتم في القصة للحين ماني قادر انسجم بالحوار. PAX was there to steal something from us. بس مو مهم، ألعاب الشوتر استمتعوا بس. Yes. مو كلهم، في ألعاب قصص حلوة. We had one good unit on the ground. Special Missions Unit 777 under Ibrahim Al-Khatib. إبراهيم، خلونا الحين نشوف إبراهيم. مصر، وصلنا مصر. اسمع الموسيقى العربية. الخطيب، كارتر، نبي العرب الموجودين. اسمع. أنا كنت في القاهرة على فكرة مرة في حدث، بس إن شاء الله يضبطون الأجواء. What happened to the army? PAX came in to support us. Now they're the ones calling the shots. باكس ساعدوهم. وخر يا الحبيب، ترى هذا شيء طبيعي في مصر. دائما الناس ما شاء الله يعني متأقلمين مع الشارع وتصير هالأمور. شفتها بنفسي يعني. بس تشوفون صاير حرب في مصر. يا ساتر. يا ريتها في النهار نشوف الأهرامات ونشوف الدنيا. Ever since his company became the #1 supplier of biometrics around the globe. Okay. We haven't heard the end of it. It looks like PAX isn't too happy about him either. You make a deal with the devil. And now he's our problem. المرتزقة. Explains why Mills put us together.
شوفون هني الشباب. Your packs were closing in, so we brokered some kind of deal. Of course he did. Everything is transactional with men like that. انتبه عاد انت الحمار السايق مو الناس مساكين. Low profile tagger. تشوفون كم ملتفت. صار هوش اوه مع الجنود. Not our mission, Lopez. Not our mission. Our mission is big picture. Copy that? ما هي Get مهمتنا. that intel, dominoes start to fall. But for now, it's all we can do. اوكي. New route? Plan B حبيبي. بلان بي حبيبي. هذا قاعد يفتر على مكانه. هنا اوكي. Straight to the shitty part of the plan. Why can we never do plan A? Shooters, dismount. يلا ليتس جو. هذه مهمة مصر، مهمة ليلية. هذا توقعت انها في النهار ونشوف الهرمات، لكن ماكو مشكلة. في مظاهرات حاليا وصاير يعني حرب أهلية. حاضر، شكرا خطيب انك وصلتنا. الحين نركز في مهمتنا. فجأة صارت فيديو جيم. You heard the man, no trouble. We infiltrated through the sewer entrance just ahead. اوكي. قم بالوصول الى القصر دون ان يتم اكتشافك. ستيلث ميشن. ولا تشوف الناس. ما عندي اضاءة. اكس لتفعيل الرؤية. اوه يلا ادخل في التاني. يا سلام، قص القفل. ما نقص بعد انفتح، مو مشكلة. يلا نبي مهمة كاملة تسلل. اتمنى هذه تصير بهالشكل. حلو المؤدب. سكر، كمل. ايوه خليك على الكاتم. We sure the asset's gonna be in one piece when we get there? Yes. 12-foot palace walls are a pretty good deterrent. Packs above, hold your fire. hold your fire. يلا افتح فوق. احنا صوت المتظاهرين للحين. Contact above. كونتاكت. Now we're losing control of Cairo. We can handle a few protests. لحظة شوي جندي باكس. هذول المنظمة. أشوى أنه مو أعداءك عرب بعد تصير شيء غبي، إن كل شوي طلعوا العرب بشكل سيء، لكن هالمرة أتوقع أنه العكس. اوكي. Maybe. All right, let's move. Al-Khatib, we're through the sewers. Is your drone up? أيوة drone airborne. Confirming visual on you now. Copy that. عنده درون خطيب. اوكي. Advance. شوفون الدرون وينها، اسمع صوتها عبر الشوارع. On the right. يلا. تشوفون ما راح نطلق عليهم. يلا امشي. So you left Kincaid behind? He knew the risks, and I had my own team to save. I waited. اوكي. طبعا الخطيب حاليا في الدرون يبلغنا جنود. Get it? يبلغنا جنود. Get it? طاف. I get it. هذا بالي يقول get that يعني يطلق عليه. عالم مجنون. القاهرة مولعة والمزيكا مستنيين يعملوا. عبطة. لكن اسمع حوار. أهم شيء لا تدخلون يا قناة العرب بليز. يتم الملاحظة. يشوفوني. سوري. كفر. تعال. محل البيع على سعر. اوكي خلص منه. More nearby. وين؟ Any way around? Where the fuck is he? We gotta resume our patrol. Not this time, my friend. Dagger. On my mark. You know what he's like when it comes to smokes. اوكي تخلص من هذا هم يتخلصون الباقي. يلا 1 2 3. Now. يا فشله. تأخروا شوي. اوكي. العرب ولا أجانب؟ بعدين
ها تشوفون المصريين مصر مش للبيع. كفو والله. نو باكس. من يدفع للباكس؟ من يدفع؟ في خونة يعني للبيع. وهني أهرامات. Egypt the people have spoken. Take our army and get out. Your army. اوكي سوري. حلو. منشورات. كمل. العقار المدري شنو. عامل صيانة محلي. وين؟ فاست ما في انجيج. يلا بعدين